من الأحاديث العجيبة أن سعد بن عبادة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، إن أمي ماتت أفأتصدق عنها؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم. قلت: فأي الصدقة أفضل؟ قال: سقي الماء. هذا الحديث رواه النسائي بإسناد صحيح. هذا الحديث أيها الأكارم فيه دلالة على فضل سقاية الماء ونشر هذا العمل بين الناس. الماء مهم لكل البشر بل للحيوانات. وإذا تأملنا قصة المرأة البغي التي سقت الكلب، نزلت في البئر وسقت الكلب، وأنت تعلم المعاناة التي تكون لمن ينزل البئر ثم يصعد، ثم تقدم قطرات من الماء في حذائها لذلك الكلب. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى شكر لها ذلك، قال: فشكر الله لها وغفر لها. يا سبحان الله، مجرد سقاية كلب تفوز تلك المرأة بالشكر الإلهي والمغفرة الربانية لذنوب الفواحش التي كانت تعملها. يا فضلاء، يا كرام، يا إخوة، يا أخوات، سقي الماء عمل جليل. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث لما قال: سقي الماء لمن أراد أن يتصدق عن أمه، فلا بد أن ننشر مثل هذا. يوم القيامة كو أهون يالله شبات مريض بليلا مريض تكأير هالج. ابن عباس يجنسي فسروا يوم تبدل الأرض منهم سيفسروا دم يالفسسبات وانجيل يالتسربات عديس مدرنو من التفو والسماوات سمايم تلوت اللج وبرزوا لله الواحد القهار لأندنا لأشنا في وقيتا يقلت ألو ሁላችን ለአላህ ከቀብር ወጥተን እንገለጣለን። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እቺ ምድር በሚገርም ሁኔታ ነው የገለጿት። يحشر الناس يوم القيامة ሰዎች እኮ يوم القيامة ይሰበሰባሉ على أرض بيضاء ነጭ ምድር ላይ። ነጭ ነው አላህ የሚያደርገው። አፍራ ንጻቷ ከበረዶ የነጻች ከቁርሰት ነቅይ ከነጭ ዱቄት የነጻች لا معلم لأحد لما نمن ملك